السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على ماتش الاهلي وفلامينجو البرازيلي. ماتش كان واقع يا جماعة، الاهلي لعب مباراة حلوة بس للأسف كان فيه أخطاء من طاهر وشريف بتاع دوري. شريف الحريف بقى شريف بياكل بلوبيف، مش شريف الحريف. وعندنا تاو ده ان شاء الله ده دوري بس للأسف طلع لعيب فنكوش، مينفعش يلعب في دولي. هو للأسف دوري مصر، يلعب دوري مصر ما يلعبش في أي بطولة تانية. وعندك بقية الفرقة في اللعيبة الجداد برضك أدوا أداء كويس، بس برضك المفروض ما كانوش يلعبوا مباريات زي دي، بس احنا هنقول احنا لعبناهم أساس ياخدوا الخبرة الدولية. هنيجي بقى عند أخطاء أليو ديانج النهاردة عمل خطأ برضك ضيعنا. يلا مش مشكلة، كده كده احنا خسرنا وطلعنا المركز الرابع. الحكم ظلمنا بضربة الجزاء، مش عارف كان فيه ايه النهارده. هو شريف بيتحرك حلو لكن ناقصه حاجة، تحس ان اللعيبة بتاعتنا وشريف ناقصهم تدريب اللياقة بدنيا وفكريا، يعني هم عاوزين يتدربوا فكريا وبدنيا. لو بقى عندنا حاجتين دول مع المهارات اللي عندنا البسيطة هنبقى في حتة تانية خالص. طبعا اللعيب المحترف احمد عبد القادر ده لعيب خطير جدا، عنده ثقة في نفسه، بياخد الكورة ويرقص ويخش ما يهمهوش. يهارد لك الاهلي، مبروك فلامينجو اللي ما يستاهلش حتى ياخد مركز سادس. الهلال وريال مدريد. الهلال كان لعب الشوط الاول حلو جدا، بس انا عارف طالما ريال مدريد خرج 2-1 هتبعد الفارق الشوط التاني، وفعلا هو ده اللي حصل. وللاسف المدرب برضك كان عنده اخطاء زي مدرب الاهلي، ما قدرش يعمل تبديلات بدري ان هو يقلب المباراه لصالحه. طبعا لما بتاع ريال مدريد عمل تبديلات خاطئه، الهلال قدر مع التبديلات اللي هو عملها ان هو يخطف، يحاول يعدل النتيجه ان هي تخرج 3-5 بدل اما تبقى 5-1. هارد لك الهلال، مبروك المركز التاني، مبروك ريال مدريد. السنه الجايه نكون برضك نمثل مصر والهلال يمثل السعوديه في كأس العالم. متنساش تعمل اشتراك معنا ومتابعة ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.